مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من فيلم سيما. والنهارده حلقه مميزه جدا لان معايا ضيفي للمره الثانيه، وهو زي ما قلت بقى يا جماعه هو مش ضيف، هو هيبقى شريكي في برنامج فيلم سيما بعيدا عن حلقات الضيوف من صحابنا الممثلين. معايا ويشرفني للمره الثانيه الاستاذ ثروت نصار. ازيك يا ثروت؟ حبيبي يا صلاح، الحمد لله. الحلقه اللي فاتت عدت على خير وردود الفعل الحمد كانت لله. حلوه. وبدون مشاكل. كان حاطط ايده على قلبه والله. الحمد لله، وكانت عامله فيدباك حلو. الحمد لله في كذا حد شافها وبسطوا بالحلقه، يعني الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. الحلقه بقى بتاعت النهارده دي ايوه اتفضل. انا بقول لك نتمنى ان دي كمان تعجبهم، بس ان شاء الله. لا ان شاء الله، لان الحلقه دي بجد من الحلقات المفضله لي انا شخصيا، لان بتتكلم عن مرحله فنيه وسينمائيه انا بحبها جدا جدا، وكنت مرتبط بيها جدا. اعتقد ما فيش حد مننا مش مرتبط بيها. الفتره السينمائيه اللي ما بين سنه 2000 لحد 2010، ودي كانت الفترة أنا بشوف فترة ذهبية في السينما، لأن كان فيها إنتاج كتير جدا، كان فيها مواضيع مختلفة، كان بيتم إنتاج عدد أفلام كتيرة جدا وأنواعها كلها مختلفة، كان في شركات إنتاج كبيرة بتنتج، وكان في حالة استقرار سينمائي قبل الثورة طبعا والكلام ده كله. فكان في حالة استقرار سينمائي كده لمدة 10 سنين كاملين. كان عندك بداية بقى من الشركة العربية وأوسكار والنصر والماسة والعدل جروب وشركات تانية كتير كانت بتنتج يعني، وانتجت افلام كتير جدا. واعتقد دي الافلام اللي احنا دخلناها بقى. بالظبط. بالظبط. ودي اعتقد اكتر فتره سينمائيه دخلنا فيها سينما يعني، وارتبطنا بالافلام دي ان احنا كنا من فكره بقى ان انت بتعدي من حاله ان انت من وانت صغير لبدايه ان انت تبقى شاب، فابتديت تروح السينما وابتديت ان انت تتعلق بالسينما. فليها معزه خاصه. فاحنا عملنا قائمه كده ب10 افلام، والحقيقه ان القائمه فشلت لان هم فكره ان احنا نحصر الفتره الزمنيه دي 10 سنين ب10 افلام. الموضوع صعب جدا. خلينا نقول مش قائمه افضل 10 افلام على قد ما هنقول الافلام اللي احنا ارتبطنا بيها او حبيناها بشكل شخصي. هنحط 10 افلام كده، وهيبقى في قائمه تانية اضافيه على هامش القائمه الاساسيه ممكن نحط فيها شويه افلام برضو حلوين كده ما قدرناش، او يعني قدرنا نستغنى عنهم على عينينا والله يعني. فتعالى كده نبدا ثروت باول فيلم انت مختاره، وهنمشي بترتيب السنين كده بدايه من سنه 2000 نوصل ل 2010. ماشي. لا ما هو اكيد 2000 بالزبط. احسن فيلم عند مصر كلها، يعني مش هقول لك حتى عند جيل من الاجيال، لا هو عند مصر كلها تقريبا احسن فيلم نزل سنه 2000 فيلم الناظر. اوكي تمام. قولا واحدا، يعني انا ما اعتقدش ان ممكن حد كده يعدي من قدام الفيديو ويعترض على جمله زي دي. لا فيلم كان متكامل من جميع الزوايا. فيلم ايقوني. اكيد انت الناظر من غير ما افكر، فانت اكيد مختار الناظر في 2000. بالظبط، ده اختياري الاول برضو. وعلى فكره احنا مش عارفين كل واحد اختار فيلم ايه، فاحنا هنشوف ايه الافلام اللي احنا هنتقابل فيها سوا. بس الفيلم الاول بالنسبه لسنه 2000 هو برضو الناظر. فاحكي لنا ليه اخترت الناظر. لا هو الناظر انا بالنسبه لي، انا لغايه دلوقتي لغايه وقتنا هذا انا الناظر انا بروح افتحه عشان عايز اتفرج عليه واضحك واتبسط من اللي انا شايفه. فيلم حلو جدا، فيلم حلو، فيلم انت بتقعد تتفرج عليه مهما اتفرجت عليه عمرك ما هتزهق منه، عمرك ما هتمل منه، لان الكوميديا بتاعته مش كوميديا وقت معين، هي مش كوميديا وقت وخلصت اللي هي ادمت، او لا فيلم حلو جدا. فيلم انت كل ما هتتفرج عليه هتضحك، كل ما هتركز فيه هتلاقي رياكشن في الباك جراوند ورا الممثلين ورا الحوار اللي حاصل، هتلاقي رياكشنز بتضحك. هقول لك حاجات بالك منها، تفاصيل غريبه. فيلم فيه كميه تفاصيل صعبه. فيلم حلو جدا، يعتبر من اهم الافلام الكوميديه اللي اتعملت في اخر 20 سنه او 25 سنه و24 سنه. احنا في 24 وزي ما انت ما قلت فيلم كل كاركتر فيه. الفيلم تاليف استاذ احمد عبد الله واخراج استاذ شريف عرفه. طبعا كل الكاركترز اللي موجوده في الفيلم بدايه من الشخصيات الرئيسيه بالشخصيات الثانويه
مفيش كاركتر وحش. عبقريه، الشخصيات كلها مخدومه بطريقه غريبه يعني بصراحه. طبعا طبعا. وزي ما كان صعيدي انطلاقه لنجوم ممثلين شباب ان هم يبقوا ابطال، طلع من الناظر طبعا اهم شخصيه سينمائيه شخصيه الليمبي بالنسبه لمحمد سعد، شخصيه عاطف اللي اتعملت بالنسبه لاحمد حلمي. الشخصيات بس عندك انشراح بمدرس الرياضيات الفرنساوي زكريا الدرديري. انت بتتكلم لا، ومدرس اول لغه عربيه برضه. انت أيوة. اي واحد قال جمله قالها بشغف، قالها بضمير. الفيلم يعني طبعا. اي تفصيله فيه حلوه، وكل سين تطلع منه افيه، يعني فيلم كل مشهد فيه بافيه، مفيش مشهد مجلي يعني مفيش. العبقريه، الكوميديا الغير متكلفه حسن حسني تماما. طبعا سيد ضاهي، طبعا. استاذ حسن حسني الله يرحمه، الدور ده عبقري. دور سيد ضاهي ده تحديدا عبقري. من احلى ادواره. مشاهدهم مع جواهر يا جماعه، استاذ علاء ولي الدين برضه الله يرحمه، مشاهدهم مع بعض طبعا. اصلا لا 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 لا. طبعا. كان في يعني هو الفكره ان حسن حسني بيجيب كوميديا بتاعته من لما بيرياكت على الموقف، يعني هو ممكن ما يرميش هو الافيه، بس رياكشنه هو على الموقف اللي بيحصل، فاهم؟ يعني المشهد اللي كانوا بيجروا ورا بعض في الشقه، فاللي هو مين ده؟ فقال له ده الليمبي مش عارف ايه وبتاع، فقال له يا ليمبي لم ده لم نفسك شويه. لا لا يعني في حاجات ملهاش حل يعني. لا يعني يعتبر اهم فيلم كوميدي فعلا، وبجد الواحد بيزعل ان دلوقتي مفتقد نوعيه الكوميديا دي. مفيش فيلم فيه الجرعه الكوميديه دي دلوقتي للاسف. المشكله ان الزمن اختلف برضه، فبقت الكوميديا طبعا سريعه، نوع الكوميديا نفسه اختلف، اللي يعجب الناس دلوقتي اختلف. بالظبط. انا معاك ان الكوميديا اختلفت، بس قصدي فين الفيلم اللي فيه نفس الجرعه الكوميديه، اللي هو انت من اول الفيلم لاخره انت واقع، انت مش عارف تمسك نفسك من الضحك يعني. ده ممكن يحصل امتى في رايي؟ عارف ده ممكن يحصل امتى في رايي؟ لو استاذ مروان حامد قرر يعمل فيلم كوميدي اعتقد. بالظبط، لانه هو من مدرسه الاستاذ شريف عرفه اللي بتفهم يعني ايه دراما وفاهم يعني ايه سيناريو، فلو فكر ان هو يعمل جنرال كوميدي اكيد هيعملها بشكل قوي جدا جدا. الكوميديا العاديه اللي احنا شايفينها دلوقتي السريعه القلش مش عارف ايه، لا هيبقى الموضوع اكبر من كده بكتير. وهو من اكتر المخرجين دلوقتي اللي بتهتم بالتفاصيل، بادق التفاصيل يعني طبعا والله. حلو. طيب فيلمك التاني، خلينا انا اقول الاول فيلم التاني. فيلم التاني هو برضو من نفس السنه. معلش انا اسف، ماشي قول. طيب قول خلاص، اصلا في فيلم مش قادر قول. لا 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 خلاص خلاص خلاص. طيب انا فيلم التاني هيكون من نفس السنه، من سنه 2000 برضو، هو فيلم ثقافي. هو ده. انا فاكرك هتنقل على سنه ثانيه اصلا، لما لقيتك في نفس السنه قلت لا خلاص في امل. لا في نفس السنه. طبعا فيلم ثقافي، فيلم ايقوني. هعرف دلوقتي فيلمك التاني ايه، بس حابب اتكلم الاول. طبعا برضو ده من الافلام الايكونيك، من اهم يعتبر الافلام اللي اتعملت في اخر برضو 20 سنه او 24 سنه، وبرضو ما فيش افيه في الفيلم ما تقدرش ان انت ما تفتكروش. فيلم تاليف واخراج استاذ محمد امين، واحد من اهم المخرجين في تاريخ السينما المصريه من وجهه نظري، وطبعا ناش موضوع يعني كلنا مهتمين بيه. طبعا طبعا. وبرضو الفيلم ما فيهوش كاركتر بعيدا عن الشخصيات الرئيسيه. بص على الشخصيات الثانويه، حماده العره، اسمه ايه ده، برايز طبعا اللي في اخر الفيلم. ايوه لطفي لبيب، الشنكوتي عزه، جمال المكتئب. لا انت بتتكلم فعلا والله.
الكاركترز كلها رهيبه، يعني مفيش كاركتر مجلي. من اذكى واجمل السيناريوهات اللي اتعملت، اللي بيوريك ان الشباب في مصر شوف اهتمامهم واصل لفين، في حين ان بره في ناس في نفس السن وصلوا ان هم يبقوا مخترعين وبيمسكوا مناصب كبيره في بلدهم وحاجات كده. وشوف هنا الشباب بالظبط، يعني وشوف هنا الشباب ابسط حقوقهم الانسانيه مش عارفين يحققوها. او ده اقصى طموحه يعني. فبالنسبه لي فيلم ثقافي، فيلم ايقوني بكل. احمد عيد في اقصى تجلياته في رمي الافيهات، بيرمي افيهات ملهاش علاقه بالمشهد، تهلك من الضحك يعني. لا 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 لا، صعب صعب صعب، ما ينفعش ان هو ما يتحطش في القائمه، يعني فيلم مهم جدا. فاحكي لي انت عن فيلم ثقافي برضه. انا فيلم ثقافي بالنسبه لي فيلم مهم لسبب. انا فيلم بتفرج عليه بضحك برغم ان هو دابب صباعه في الجرح، يعني فاهم؟ انت طبعا بتتفرج على حاجه مأساويه جدا وبتضحك عليها. الفيلم بالظبط. عبقري. انا بالنسبه لي الفيلم عبقري للنقطه دي. فعلا انت بتتفرج على طبعا حاجه كارثيه ومع ذلك واصله لك بشكل خفيف وبتضحك، بس بتخلص الفيلم دماغك شغاله، انت بتفكر طبعا دي هيعملوا ايه، وهل هيفضلوا كده ولا لا. بالظبط. فواحد من اقوى واهم الافلام، وتحيه كبيره طبعا لاستاذنا المخرج الكبير محمد امين يعني. طبعا. فيلمك الثاني؟ الفيلم الثاني احنا كده هندخل بقى على 2001 بالنسبه لي. ماشي. انا في افلام مش عايز برضو يعني في 2000 يعني بالنسبه انا هسيبك، بص خلينا نقول 10 افلام، وهسيبك على هامش القايمه تقول كل اللي انت عايز تقوله يعني. ماشي. 2001 يعني بالنسبه لي ممكن نقول اهم فيلم بالنسبه لي من وجهه نظري. انا اهم فيلم انا بحبه، ما انا مش عارف اقول واحد من الاثنين والله. انا في اثنين مش عارف افصلهم عن بعض. قول واحد مهم جدا. واحد ايه؟ حلو جدا وواحد مهم جدا. قول الحلو الاول وبعد كده قول المهم، مش هتفرق. انا حلو بالنسبه لي جاءنا البيان التالي. اوكي، كنت هحطه في القائمه بس للاسف استغنيت عنه لافلام تانية اهم، بس تمام حلو قوي. انا بالنسبه لي جاءنا البيان التالي لا فيلم برضه. انت بتتكلم في ايه؟ انت لغايه دلوقتي انت غصب عنك بتقول جمل، بتقول افيهات انت لو فكرت فيها هتكتشف ان هي منه. طبعا. وسط كلام بالمناسبه جاءنا البيان التالي تأليف أستاذ محمد أمين برضه، إخراج أستاذ سعيد حامد، بس هو تأليف أستاذ محمد أمين نفس مؤلف ومخرج فيلم ثقافي. بالظبط. فأنت بتتكلم لا برضه في فيلم عايش. هو فيلم دخل كده معانا بقى، التحم بوجداننا. يعني هو فيلم انت بقيت خلاص طبعا. يعني انت لما حد دلوقتي وانت قاعد كده تلاقي واحد صاحبك جاي بيزودك في ايه، انا قاعده لوحدك يعني من غير حاجه تلقائيه والله. هابي نيو يير، انت عبيط يالا ولا ايه؟ ففي حاجات كده لا غصب عنك بتكتشف فعلا ان هي خلاص هي جوه هنا. طبعا. واستاذ محمد هنيدي كان في قمه فورمته الكوميديه يعني. طبعا طبعا. حنان ترك، كل الناس، كل الممثلين اللي في الفيلم برضه. لطفي لبيب. لطفي لبيب دوره في الفيلم ده عبقري. دوره حلو جدا طبعا. اللقطات بتاعت فخري دي بالنسبه لي جامده. طبعا. ايه تاني عن جلال البيان التالي؟ بس ما هو انا بالنسبه لي جاءنا البيان التالي انا وفيلم انا برتبط بالفيلم. انا عاطفي في نقطه الافلام دي. لسه اقول لك مرتبط بيك من وانت صغير بقى فحبيته. انا عاطفي جدا مع الافلام. انا الفيلم اللي اصلا خلاص اتفرج عليه اللي يغير لي مودي ده خلاص هو الفيلم ده ملكني انا كده. بالظبط بالظبط بالظبط. اوكي. فيلمي احنا في الثاني ولا في الثالث؟ احنا في الثالث دلوقتي. الفيلم الثاني لا احنا ما احنا قلنا الثاني بالنسبه لي كان فيلم ثقافي مع بعض، والثاني فيلم ثقافي. ماشي.
تمام. التالت بالنسبة لي هيبقى فيلم من سنة 2000 برضو، وانا يعني من سنة 2000 بالنسبة لي انا بشوف انها كانت سنة برضو مميزة، وكانت سنة انتقالية كده، وكان فيها نوعية افلام كتير حلوة. فبرضو فيلم التالت هيكون ستيل من سنة 2000، وهو فيلم ليه خلتني احبك. طبعا ساندرا نشأت. طبعا ساندرا كريم عبد ن- العزيز. ساندرا نشأت، اه اول بطولة لكريم عبد العزيز. والفيلم ده انا بحبه، هو فيلم لايت كوميدي خفيف، رومانتك اه كوميدي. من اجمل الافلام اللي مرتبطه بيا برضو، ما الا لاني برضو كنت بحب الفيلم ده جدا من وانا صغير، وكنت مرتبط بقصص حب كده في ابتدائي، مش قصص، هي قصه واحده يعني في ابتدائي كده. فكان الفيلم ملنك معايا في الحته دي. لا ممكن. فيلم رومانتك كوميدي لطيف. كريم عبد العزيز طبعا كان في بداياته بيلعب الشخصيه الرومانسيه. منى زكي كانت عامله كاركتر بحبه جدا في الفيلم ده، كانت اول مره تعمل كاركتر فيلن، وفيلن ليه مبرر ان هي بتحبه ومش عايزه تسيبه، بالظبط. فبتعمل اعمال شريره اتجاه حلا شيحه، واتجاهه هو عشان مش عايزه تسيبه يعني. آه بالظبط. ده كان تاني تجربة إخراجية أعتقد لساندرا نشأت من بعد مبروك وبلبل، وكان فيلم مبشر إن في مخرجة قوية جدا زي ساندرا نشأت يعني. حلمي كان في البدايات، وكان بيعمل كوميديا كده لطيفة خفيفة. أنا الفيلم ده بالنسبة لي مرتبط كده بحالة رومانسية لطيفة يعني. ما انا بالنسبه لي الفيلم ده اول ما بيتقال اسمه قدامي انا بشوف سامي سرحان في الخطوبه. آه أستاذ دبوس. موضوع كارثي يا جماعه، مشهد كارثي، مشهد عبثي بطريقه غريبه، بحبه جدا. طبعا طبعا. وبحب المشهد اللي هي في الاخر لما داليا اللي هي منى زكي بتحاول تقول لكريم عبد العزيز ان هو انا احق بيك منها وانت ما لحقتش تعرفها وبتاع، لما بتروح تصورهم يعني. وبرضه بيعجبني مشهد النهايه الفينال، لان هي برضه بعد كل ده مش عايزه تسيبه، راحت في الاخر عامله كلوز للكادر ما بينهم هما الاثنين، والفيلم بيقفل على كده. الاغاني اللي في الفيلم، في الفيلم في بحسه ميوزيكال كده، في اغاني بتتغنى في السيتويشنز بتاعت الفيلم، جميله قوي. بالظبط. جميله قوي يعني. هو فيلم حاله كده شاعريه لطيفه جدا يعني. جميل ليه جدا. خلتني احبه. ماشي، فيلمك الرابع. امم فيلمي الرابع، انا فيلمي الرابع هيبقى بصراحه من 2003. انا بص انا حاولت اطلع فيلم من كل سنه بصراحه، يعني عشان ابقى اوكي، انا ما صريح. التزمتش بده قوي، بس تمام يعني لان انا في حاجات طلعتها من كل سنه وللاسف وقتها يعني. غصب عني. تعمل كده، انت عندك النقطه دي، انت عندك حته الرؤيه النقديه دي انك تعرف تعمل كده. انا عشان بقول لك انا عاطفي مع الافلام بزياده، انا ما عرفتش، انا بقيت برصهم جنب بعض، انا مش عارف اشيل فيلم منهم، قلبي مش يا مطوعني. جماعه بجد الموضوع كان صعب جدا الفتره دي، زي ما قلنا في بدايه الفيديو، من اغنى الفترات السينمائيه اللي كانت موجوده، انك تلخص القائمه في 10 افلام بس. يعني الله يكون في عوننا. صعب صعب، مش هتقدر يعني. يعني ماشي، فيلمك ده من 2001؟ ايه، من 2001 ولا 2003؟ انا 2002 بقى، معلش انا بقول لك 2002. انا احنا 2002 بقى. ماشي. النقله، الفيلم اللي عمل نقله في جنرا معينه، في الاكشن. يعني انا بالنسبه لي مافيا. بتوقع مافيا. طبعا طبعا. طبعا. احييك على هذا الاختيار. انا الفيلم ده بالنسبه لي، انا لما دخلته في السينما انا وانا ما كمان كنتش دخلت في السينما. ما اتوهمت. فكره المشهد طبعا اللي في الاخر وهم في المخزن، الكاميرا وهي بتلف حواليهم وجايباهم، انا طبعا ايه ده؟ 360 درجه. انا مش مصدق، انا قاعد بتفرج موهوم، انا فاتح بوقي كده ومبرق للشاشه ومستمتع جدا.
لا الفيلم طبعا. كان فيه تكنيكات في الاخراج، ومع ان القصه ممكن تكون عادي، القصه معموله قبل كده كذا مره كتيمه لفيلم، معموله كذا مره، بس لا بس اتنفذت اتعملت بشكل ازاي، هي دي الفكره. اه بالظبط. يعني مافيا لا اتنفذ بشكل. طبعا كان نقله في عالم الاكشن. الفيلم اه اخراج استاذ شريف عرفه وتاليف استاذ مدحت العدل. برضه من كان احلى ادوار احمد السقا، من احلى ادوار مصطفى شعبان. طبعا مصطفى شعبان في السينما عموما، انا ما شفتش مصطفى شعبان في السينما عمل دور احسن من ده خالص بصراحه. مم. ممكن نقول فتح عينيك بعده، بس برضه تحسه دور خفيف كده. لا هو احسن دور ليه تقريبا. ممكن انا اختلف معاك شويه في، هو طبعا كان من اعلى الادوار اللي عملها. في ادوار تانية بحبها لمصطفى شعبان، مثلا بحبه في فيلم جوبا. آه، عمل على فكره النعمه والطاووس فيلم حلو جدا برضو. حلو. مش احسن اداءاته بس بحب الفيلم ده كفيلم. وبحب له خالد في بقى فيلم على هامش القايمه، مش في قائمتي مم. الاساسيه، للاسف اضطريت استغنى عنه، اللي هو خلي الدماغ صح. ده من احلى افلام مصطفى شعبان وبحب اداؤه فيه جدا، فاهم ازاي؟ اه لا مصطفى شعبان برضو ليه ادوار حلوه يعني تانية. انا بس انا بشوف اعلاهم اداء مافيا برضو، دي حقيقه انا اتفق بالنسبه معاك. لي سينمائيا مش واخد احسن حاجه من مصطفى شعبان، مش عارف اشوف ده، هو مم. مافيا برضه بالنسبه لي التوب. واغنيه الفيلم طبعا لا هناخد ايه ولا كام وليه، طبعا مدحت صالح من احلى اغاني الافلام اللي اتعملت في التاريخ يعني. موسيقى الفيلم، موسيقى التصويريه عمر خيرت، عباس ابو الحسن جزار. يا اه لهوي. كان مسبب رعب لينا اصلا طبعا في الوقت ده. طبعا يعني طبعا يعني من اهم الافلام. احمد رزق كان عامل دور كوميدي طب جميل. منى زكي. لا كل الناس في الكاست كان صوفيا. طبعا يعني محدش يقدر ينسى صوفيا. لا يعني الفيلم كله حلو جدا. كان بولين برضه صح؟ ايه. كان بولين برضه صح؟ وبولي يا لهوي. يا بولا جواز فيلم رعب. سعيد طرابيك. ايوه بالظبط. يا لهوي يعني. لا برضه تاني استاذ شريف عرفة مفيش كاركتر، سواء كاركتر اساسي في فيلم او ثانوي، دي حقيقة. بيخش يقول حاجه، بيخش بيعمل حاجه حلوه. مش هتلاقي حد عدى كده ملوش لازمه. بالظبط. خش لي التالت طيب عندك يا معلم. الرابع بقى. احنا في الرابع دلوقتي. انا اللي بدات مش عارف ليه، ماشي يلا الرابع. الرابع هرجع سنه واحده لورا، بالنسبه لك هيبقى فيلم من 2001. حلو. برضو على فكره 2001 كان فيها كميه افلام حلوه جدا، وفي افلام برضو طلعتها على هامش القائمه، هبقى اقول لكم عليها يعني في فيلمين من 2001 انا مطلعهم على هامش القائمه، هقولهم لما اخلص الافلام دي. بس الفيلم اللي انا بس الفيلم اللي انا حطيته جوه القائمه دلوقتي وما قدرتش اطلعه منها الصراحه، السلم والتعبان. اوكي ماشي. ده برضو بصوا انا اخترت الافلام اللي هتكون في القائمه لازم يكون فيلم ايقوني. ف اوكي في اخر 20 سنه او 24 سنه برضو، يعني من اهم الافلام الرومانسيه اللي لحد دلوقتي لما بيتكلموا مع طارق العام بيتكلموا عنه، لما بيتكلموا مع محمد خمسه بيتكلموا عنه، لما بيتكلموا عن هاني سلامه بيتكلموا عنه، هو السلم والتعبان. ده من احلى الافلام الرومانسيه اللي انا شفتها في حياتي. وبجد يعني مفيش حد فينا، او مش شرط تكون انت شخصيا، بس تعرف حد ما فيهوش من شخصيه حازم، اللي هو الشخص اللي لفتره ما ممكن يبقى في علاقه وبيحب جدا بس خايف من فكره بالظبط. الارتباط، وفتره تانية لا انا ما بحبش، انا حابب ان انا ابقى كل يوم مع بنت مختلفه ومش عارف ايه ومش عايز احب اصلا. وفي بالظبط. نفس وفتره تانية لا انا هرتبط واتجوز واستقر. فتره رابعه مش عارف ايه. الحيره دي مفيش حد ما بيعديش بيها في قصه بالظبط. العلاقات.
من احلى الافلام، السيناريو تحفه، كاتبه استاذ محمد حفظي. الاداء التمثيلي طبعا بدايه من هاني سلامه لحلا شيحه لاحمد حلمي، كل الناس. فيلم جميل. اغاني الفيلم والموسيقى التصويريه هشام نزيه، كان دي بقى بدايه النقله الموسيقيه بالنسبه لهشام نزيه وفي الموسيقى التصويريه. اغاني الفيلم صوت خالد سليم برضو، معلش. بالظبط. صوت كنت لسه اقول لك اغاني الفيلم اعتقد دي اللي عرفت الناس بخالد سليم، اغنيه عيش واغنيه انا حبيت. الساوند تراك كله حتى نزل سي دي وقتها، كان في ساوند تراكس بالاغاني بتاعت الفيلم يعني. من احلى الافلام جدا جدا. بحب الكاركتر اللي عامله استاذ طارق التلمساني، اللي هو صاحب الشركه بتاعت الاعلانات دي، كان لطيف جدا. فالسلم والتعبان فيلم ايقوني من وجهه نظري. انا كنت فاكر المديرين كده وانا صغير، كنت كده بالظبط. فالفيلم اللي هو لازم كل فتره كده تروح طالب بيتزايه بالليل وتعمل موفي نايت. السلم والتعبان اساسي يعني. وتكون في الشتاء كمان، في مود شتوي كده لطيف. لا ازاي بقى شتوي ازاي؟ ده يحب الغردقه ده. هو صيفي جدا، بس انا بتكلم كحاله رومانتك شتويه كده بالليل، طالب بيتزايه كده والهوت شوكليت الجميل وتعيش الاجواء. ماشي. فيلمك الخامس؟ لا انا الرابع بقى. بص الرابع بالنسبه لك. عايزين نظبط الموضوع ده. فيلمك اللي بعده. بص احنا نخليها فيلمك اللي بعده عشان لا انا هطلع لك بقى. ماشي، احنا خلصنا مافيا في 2002، خش على 2003 سهر الليالي بصراحه. اوه طبعا. اخترت سهر الليالي، بس للاسف حطيته على هامش القايمه، وبرضه هقول لكم ليه. بس تمام. بس خليني اقول انه برضه من الافلام اللي لنكنا فيها مع بعض. يعني احنا كده في كام فيلم مشترك قبل ما تتكلم عن سهر الليالي؟ احنا كده في الناظر فيلم ثقافي، وفيلم ثقافي، وسهر الليالي اخترناه مع بعض، صح كده؟ يعني في حوالي 3 افلام. في 3 افلام مشتركين لحد دلوقتي. تمام. بس فانا بكلمك في سهر الليالي لان هو انا بالنسبه لي هو فيلم حلو ومهم. هو الاثنين انا ما عرفتش في افلام تانية سواء كوميدي او اكشن او كده، لا حلوه برضو، بس لا ده حلو ومهم جدا وجريء جدا، فما عرفتش ونقله السنه دي بالظبط. ده نقله في وسط الافلام الكوميدي والاكشن وقتها، ما كانش فيها افلام بالجونرا دي. فيلم اجتماعي جريء جدا. واحمد حلمي، انا بالنسبه لي احمد حلمي كان سبب من ضمن اختياراتي للفيلم ده، سبب من ضمن اسباب اختياري للفيلم ده يعني. دور احمد حلمي تمام. الدور ده يعني بالشكل ده، اول مره احمد حلمي يبقى جد كده. التوليفه نفسها يعني فتحي عبد الوهاب مع خالد ابو النجا مع احمد حلمي مع شريف منير كانوا حلوين جدا، كانوا حلوين التوليفه نفسها. ومنى زكي طبعا وحنان ترك وجيهان فاضل، كلهم كل واحد محطوط في مكانه بالملي يعني. الكاستنج كان لا ايه الحلاوه دي، ايه الانتصار، دور انتصار طبعا. رجاء الجداوي الله يرحمها، كلهم كانوا هايلين. احمد حلمي لا الفيلم حلو جدا، وعلى المستوى التمثيلي، على مستوى الاداء التمثيلي لا فيلم عبقري. انا ده اللي خلاني الكتابه والاخراج وكل حاجه. طبعا فيلم لا جميل. طب سؤال كممثل كنت تحب تلعب انهي دور من ال4 شخصيات؟ احب العب انهي دور من ال4 شخصيات؟ ما هحاول اختار يعني ايه ممكن تكون ابعد حاجه. ما هقول لك شريك منير. طبيعي يعني، هو ممكن معايا شكليا طبيعي يعني بس كنت لا هو ده اللي كنت هبقى حابب اعمله بصراحه. انا دايما بميل الحاجه اللي بعيده عني، فاهم؟
انا لا كنت اختار ما بين اتنين. كنت اختار ما بين فتحي عبد الوهاب وشريف منير برضه بصراحه. اوكي. دول الدورين اللي اقرب لقلبي برضه بالنسبه بالظبط. للشخصيات، يعني ده او ده. يعني شخصيه سامح مهندس الصوت، او شخصيه اه. خالد اللي هو الخاين ده. لا لا، التانيين طبعا حلوين جدا، سواء شخصية حلمي او سواء شخصية حلمي او شخصية خالد ابو النجا. بس يمكن الاقرب ليا لو حبيت اعملهم كتمثيل كان دول. وفي دور بقى مستخبي بالنسبه لي حلو جدا، دور استاذ احمد كمال. اه كان طبعا طب. مشهد. لا لا، الدور كان حلو قوي، الكاركتر كانت حلوه. بالظبط الاخ اللي هو ايه الكلام ده، واحنا لازم نحافظ على صورة العيلة، ويعني ايه عندك بالظبط. مشاكل مع جوزك ومش عارف ايه. لا لا، ده كان تحفة جدا برضو يعني. طبعا سهر حلو الليالي قوي. فيلم أيقوني، كتابة تامر حبيب، إخراج أستاذ هاني خليفة، من أهم الأفلام اللي عملها. لا، فيلم نقلة في وقت كان مسيطر على السينما الجونرا بتاعت الأكشن أو الكوميدي فقط. جه أعتقد فتح الباب لسكة الأفلام بالظبط. الاجتماعية مرة تانية في الفترة دي يعني. بالظبط. اوكي. الثالث بقى. مش هبعد عن 2003. هخش ماشي. هختار فيلم من السنة اللي بعدها على طول، من 2004. أحلى الأوقات. ماشي. اختيار. اختيار والله لفكرة إن أنا فعلا مرتبط بالفيلم ده بشكل رهيب. بداية من مخرجة أستاذة هالة خليل. اوكي. مخرجة استثنائية، يعني من المخرجات اللي ليها تجارب خاصة جدا كده. وحتى ليها فيلم تاني على هامش القايمة. لما هقول القايمة الهامشية بتاعتي، أنا مختار لها فيلم تاني اللي هو قص ولزق. اه لا لا، جميل قوي. بحب الفيلم ده جدا برضه. أحلى الأوقات بالنسبة لي، لا، الكاركترز بقى كلها، بداية من حنان ترك لهند صبري شخصية يسرية، لشخصية ضحى، لشخصية أستاذ سامي العدل، مها أبعوف، كل الكاركترز بقى، خالد صالح خالد صالح الله يرحمه. آه. آه، عايزة وردة يا إبراهيم في الأشهر في العالم. موسيقى الفيلم خالد حماد، الإخراج، الكتابة. لا يا جماعة، من أجمل الأفلام الاجتماعية الرومانتك الاجتماعية. عمرو واكد، يا نهار أبيض. لا 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 يعني. احكي لي أنت عن أحلى الأوقات شوية. لا، احلى الاوقات انا بالنسبه لي مش مرتبط بيه تماما، يعني انا بالنسبه لي يعني من الافلام اللي ماشي اتفرجت عليه وحلو وكل حاجه، بس لا مش معلم معايا خالص، مش اللي هو بحب اتفرج عليه كتير اصلا، لا. يعني انت في ثلاثه اللي انت قلتهم، يعني انا ممكن اكون مختارهم من فيلم في نفس السنه. امم لا بالنسبه لي ده كان الفيلم ده فعلا، يعني انا مش عارف، يعني انت عايز تكمل كلام عن احلى الاوقات ولا انقل انا على اخد الثلاثه لا، دول في هقول فيلم نقطة تاني؟ أخيرة عن أحلى الأوقات وبعد كده أنت انقل. أحلى الأوقات. عايز بس أضيف حاجة أخيرة قبل ما ننتقل على الفيلم بتاعك. إنه بيتكلم عن حاجة بالنسبة لي، ودي الكور بتاعت الفيلم. فكرة إنه ارتباطك بأشخاص معينين أو بزمن معين، ممكن ده لو أنت دلوقتي مش موجود مع نفس الأشخاص، أو لسه علاقتكم مش موجودة، أو حصل إن الزمن فرق ما بينكم، سواء كانت علاقتها بأبوها اللي هي بتدور عليه من خلال الجواب طول الفيلم، أو يعني فكرة إن حد كان بيبعت لها الجوابات، وإن هي اكتشفت بعد كده ان فكره ارجعي لشبرا وفكري في احلى الاوقات اللي انت كنت عايشاها سواء مع اصحابك، او فكره انها تبتدي تدور على الاستوديو، انها تدور على ابوها، في حين انها اتنقلت نقله تانية خالص للمعادي، وعاشت حياه تانية، وبعدت عن صحابها، وبعدت عن ابوها، وبعدت عن كذا وكذا وكذا. ففكره احلى الاوقات دي ان انت حاول
طول ما انت حواليك الناس اللي انت بتحبهم حاول تقضي يعني اقصى وقت او احلى الاوقات معاهم. انت ممكن بعد كده تفتقد ده او الزمن يفرق ما بينكم او ايا كان ممكن يحصل. فده كور مهم جدا في فكرة الفيلم بالنسبة لي، يعني ده برضو حاجة وجدانيا كده خلتني ارتبط بالفيلم يعني. انا احكي لي انت بصراحه بقى. اختياراتي يعني صراحه انا اختياراتي يعني سطحيه اكتر من كده. مدمرة حياتي. انت دخلت جوه قوي، انا ضربت الغطس، انا لسه فوق. ماشي، هات لي خش بقى انت على اللي الثلاثه بعده يلا. هات لي بقى الثلاثه اللي انت قلت عليهم دول. هات لي حنان ترك، وهات لي عمرو واكد، وهات لي الله يرحمه العبقري خالد صالح، واقول لك فيلم تيتو. تيتو طبعا. الله. بس انا تيتو ده 2004. طبعا. اه طبعا. امم لا تيتو، مش هعرف اقول غير تيتو. يعني هو انا كفايه ان انا اقول طبعا. لك تيتو. انت برضه من الافلام اللي اعتقد هتبقى بالنسبه للناس كلها، وتحديدا جيلنا بقى المره دي، هقول لك مش زي فيلم الناظر هقول لك مصر كلها، لا بس تحديدا احنا جيلنا احنا مرتبطين بالفيلم ده جدا. فيلم تيتو طبعا. كان ده اول فيلم في الالفيه الجديده، او اول فيلم احنا في حياتنا المعاصره ان احنا نشوف البطل بيموت يعني اصلا. فكانت حاجه برضه ساعتها ايه ده، في ايه اللي حصل. كان حدث ومن يعني، الناس خارجه من ومن السينما اهم الاداءات السينمائيه التمثيليه لاحمد السقا. احمد السقا طبعا. احمد، اي حد من اصغر دور لاكبر دور، من اول انا اللي عمل احمد السقا وهو صغير في الاصلاحيه طبعا. طبعا. لغايه يعني لا. الناس اللي كانت قاعده كان احمد السقا وحنان ترك بيدوهم الولد الصغير. انت بتتكلم في اه. ادوار صغيره. لا 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 ضياء عبد الخالق طبعا طبعا من طبعا. احلى الادوار اللي عملها يعني. وطبعا عمرو واكد، وطبعا كان ده الفيلم اللي كان يعتبر النقله الكبيره لاستاذنا صالح. وعمنا خالد صالح الله يرحمه انا بابا طبعا. رفعت السكري. لا لا لا. انا لا بابا فيلم يالا. على المستوى التمثيلي، الاداء التمثيلي بيرفكت برضو. انا بالنسبه لي شايف ان ما كانش ممكن يطلع منه احسن من كده. انا دي اكتر حاجه بتشدني للفيلم على فكره. انا اكتر حاجه تحببني للفيلم ان انا اتفرج عليه ما اعرفش اتخيل ان الفيلم ده هيطلع احسن من كده. فخلاص يبقى انت كده تمام، انت فيلم بيرفكت. طبعا. ودور رفعت السكري ده بالذات انا بصراحه والله العظيم ما شايف حد تاني غير استاذنا خالد صالح الله يرحمه. مش شايف حد تاني يعمله. هو هو خالد صالح قفل الله الدور يرحمه. ده. هو خالد صالح الله يرحمه من الناس القليلين جدا اللي هتلاقي ان مفيش دور عمله تعرف تديه لحد تاني من وجهه نظري. ده حقيقه. مفيش ده دور حقيقه ما طبعا. تعرفش. مش هتعرف تشوف حد تاني غيره فيه. هو بيطلع من جواه الكاركتر دي خلاص. ما فيش حد تاني طبعا. هيعرف يطلعها كده. طبعا. طبعا. لا لا تيتو تاني كموسيقى تصويريه من اجمل الموسيقى التصويريه اللي عملها هشام نزيه. اغاني طبعا الفيلم الحكايه ما بتنتهيش هاني عادل. واغاني الفيلم لا يعني حنان ترك هاي. من احلى واجمل الادوار اللي عملتها في حياتها. لا يا جماعه فيلم فيلم ايقوني حلو. برضو يعني. فيلم ايقوني جدا يعني. دي حقيقة. تيتو طبعا يعني. طيب نخش على اللي بعد. نخش على اللي بقى، نخش في الموضوع على طول. نخش في احنا تيتو الموضوع. مع بعض صح؟ احنا تيتو ده كده الرابع. كاي. مش عندك؟ لا مش فهمش القايمه، لا للاسف مش محطوط خالص. اصلا يا راجل. لان انا ضحيت بيه عشان فيلم تاني هقول لك عليه كمان شويه للاسف. ماشي. ما وفيلم انا حاطط مهم جدا برضه. مش هعرف اشيل واحد منهم بصراحة. ما انا عارف انت هتقول التاني ده ايه للسقا برضه. اكيد. بس عرفت خلاص. بس هنخليه دلوقتي. ماشي كمل. ايوه. اخراج مروان حامد. ايوه ايوه. هنجيله كمل. طيب انا فيلمي اللي بعده انتاج 2006
اوكي. وحقيقي ما كانش ينفع اعمل قائمه لافلام الالفيه زي ما انت اخترت جانا البيان التالي. ما ينفعش القائمه ما يكونش فيها هنيدي بشكل اساسي، ما ينفعش ما احطش فيلم لهنيدي. فبالنسبه لي الفيلم ده انتاج 2006، اخراج بالظبط اخراج استاذ وائل احسان. هو فيلم وش اجرام. وش اجرام انا بجد من اجمل الافلام. بص انا بالنسبه لي الفورمه الاساسيه لهنيدي، وطبعا حتى الان هو من ملوك الكوميديا في مصر، بس انا بتكلم الفتره من 2000 ل 2010 برضو، في نفس الفتره دي كانت اقوى افلام هنيدي بالنسبه لي يعني. فوش اجرام، وش اجرام انا ما حبيتوش اول ما شفته. انا دخلت سينما او كنت بضحك اللي هو عادي يعني تمام، بس بعد كده خد بالك، لا. المشكله دي مش عندك انت بس، دي حصلت عند اغلب الجمهور، اغلب الناس اول ما شافوا الفيلم اول يعني مره ما حبوش. عادي. عادي يعني تمام. لا، تمسك الفيلم بقى وانت كبير كده وتقعد تتفرج وتفصص، لا 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 لا، الفيلم ده في حته تانية خالص يا جدعان. لا لا لا، القعده لما قاعدين بيشربوا القهوه اللي بقى معاك شاب. فيها الجون. اه لا لا، المشاهد دي انا شايفكم كلكم ورع وبتاع. لا ومشاهده كلها، لا لا لا، فيلم من احلى افلام محمد هنيدي، وبجد من اكتر الافلام الكوميديه الرهيبه. لبلبه طبعا، بشرى لما كان بيدور على شغل وراح لمحل السمك، قال له انا عايز شغل، قال له مقلي ولا مشوي. لا يعني وش جرام بجد من اجمل افلام هنيدي يعني. كنا انت عنه شويه. دي حقيقة. اما خلاص ما فيش حاجه تتقال عن وش اجرام اكتر من اللي انت قلته بالنسبه لي، يعني هو سعيد يعني بالنسبه لي، سعيد طبعا طرابيق الله يرحمه. مش وعبد الله مشرف، يعني هما الاثنين في الفيلم ده بالنسبه لي توب. بصراحه الدورين حلوين طبعا جدا، وهم ما شاء الله عليهم يعني. الاثنين كانوا جامدين جدا في طبعا الدور ده. لا لا، فيلم من اقوى افلام واحلى افلام هنيدي بالنسبه لي يعني. وش جرام ما كانش ينفع ان انا قائمه الالفيه اللي هي صاحب الفضل عليها كلها هنيدي ما يبقاش فيه فيلم لهنيدي في القائمه الصراحه. كان هيبقى عيب قوي. ماشي، فيلمك اللي بعده ايه؟ 2005 بقى ايه؟ عشان ده لا انت كده ما يعني اعتقد انت هتبقى انا حاطه 2006 عادي، ارجع انت براحتك سنه مفيش مشكله. انا هرجع انا ل 2005 عشان انا بمشي بالترتيب يعني. تمام. المشكله بص ان انا مستحرم ان انا اختار فيلم، بس هو الفيلم ده بصراحه يعني في افلام كتير قوي في 2005 تحديدا، افلام كتير قوي انا بعشقها، مش مجرد كان ان في انا افلام بحبها. حلوه، كان في افلام حلوه جدا كتير. بس انا مش عارف ما اقولش ان احسن فيلم فيهم انت عمري. هتعتبرني كئيب بقى، هتعتبرني مش عارف ايا كان سوداوي الكلام ده كله، بس انت عمري فعلا بالنسبه لي فيلم صعب قوي اصلا، يعني فيلم صعب وانت بتتفرج عليه، صعب انك تمثله، صعب ان هو يطلع بالحلاوه دي بصراحه. انت معايا ولا انت ضلمت ونورت ليه؟ معاك بسمعك. بس فانا بالنسبه لي انت عمري من الافلام عموما. انا بالنسبه لي لو هختار بقى احسن فيلم مش كوميدي في مصر، مش هعرف افصله عن سهر الليالي بالنسبه لي بصراحه. انت بره عمري الكوميديا طبعا انت عمري طبعا. من احلى الافلام برضو الرومانسيه اللي انا شفتها جدا، وفيلم قوي وقصته رهيبه ومختلفه. فيلم صعب والله فعلا. فيلم صعب وعلى مستوى الاداء التمثيلي كمان صعب، بس هاني سلامه عمله حلو جدا، ونيلي كريم من احلى ادوارها بصراحه يعني. شلبي اللي مش محتاجين نتكلم عنها. لا 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 لا، هشام سليم برضه الله يرحمه. لا انت بتتكلم، لا الفيلم حلو قوي. فيلم كنت بحب الاغنيه بتاعت الفيلم اللي ولا هي البحر ولا بالليل بتميل. ما انا معاك. والله الثلاثه حلوين.
الثلاثه حلوين. اقرب لي بالنسبه لهم هي الحياه كده ليه ومركب ورقه في البحر. لا عملت ورقه في البحر دي بتجيبني كده من جوه يعني، مش عارف، بتبقى صعبه. انا مركب ورقه في البحر دي يعني من الاغاني اللي محطوطه على تليفوني اصلا، يعني بسمعها كل فتره كده. نفس الذات نفس. لا فيلم حلو جدا جدا. الموسيقى التصويريه في الفيلم ده كانت جميله جدا جدا برضه. التصوير لا في مشاهد حلوه قوي في الفيلم ده. واللي في الاخر انه طالع محمد رجب ابن هاني سلامه. لا بالنسبه لي برضو من الافلام العبقريه اللي مهدور حقها، اللي مش ناس كتير شافتها. بالظبط. مش عارف اقول هو مظلوم ولا مش مظلوم، لان هي برضو انت اغلب الناس ما بتحبش تتفرج عليه لان هو كئيب قوي. فانا مش عارف دي حاجه حلوه ولا وحشه بقى. هو مش مظلوم يعني، ما هو لازم يبقى فيه كده. ما هو زي ما في فيلم كوميدي بيبسطك لازم يبقى فيه فيلم نكد ينكد عليك. لازم يعني. اكتر فيلم نكدي بحبه بصراحه يعني. يعني كئيب بس بنحبه قشطه يعني. تمام. لا اختيار، احييك على اختيارك للفيلم ده. الفيلم ده بجد فيلم من الافلام الحلوه جدا. بيجي على نايل سينما كتير، كل ما يجي على نايل سينما اسيبه يعني. بالظبط، ما تعرفش تقلب. ايوه ما تعرفش دي حقيقه. لا هسيبه وهتفرج عليه وهكمل عادي وفيلم حلو جدا. بيعجبني المشهد اللي هشام سليم بيقول لهاني سلامه ان انت عندك كانسر لوكيميا وبتاع. شوف رياكشن هاني سلامه الصوت بيفيد اوت والكلوز على وشه. لا فبيقعد يفكر في مراته وفي ابنه مش عارف ايه، وبعد كده بيسيبه ما بيتكلمش خالص، بيسيبه ويمشي. لا يعني لا انا بالنسبه لي ده احلى الافلام بصراحه من احلى الافلام بجد. لا فعلا في 2005 كان فيها افلام كتير حلوه، بس ده من احلى الافلام اللي اتعملت. دي حقيقه. فيها افلام كتير حلوه طبعا. ماشي. انا ما اخترتهمش دلوقتي. ايه؟ بقول لك انا هقعد ازعل بقى شويه على اللي انا ما اخترتهمش من 2005. خلاص كده. خلي بالك انت داخل برضه على مرحله ما بعد 2005 دي، في شويه افلام صباح الجمال. الدنيا بدات تتطور بقى اكتر. طيب الفيلم اللي جاي واحد من اهم الافلام في الالفيه الجديده، والمخرج عبقري برضه ما كانش ينفع ما حطلوش فيلم في القائمه. الفيلم ده انتاج 2007، هنط سنتين قدام معلش. حلو. من بعد 2005. 2007 برضه كانت سنه مميزه جدا سينمائيا الصراحه، في افلام كتير حلوه جدا، وفي افلام منها على هامش القائمه هقول لك عليها، بس بالنسبه لي هي فوضى. مخرج انت عمري برضه خالد يوسف مع نفس الفكره. خالد يوسف ويوسف شاهين طبعا اولا، وخالد يوسف. هي فوضى طبعا، شخصيه حاتم يعني. واحد من اهم الافلام اللي بتتكلم عن المرحله السياسيه والاجتماعيه في الفتره دي. اداء اسطوري لخالد صالح طبعا استاذنا، اقوى واهم الشخصيات. ما فيش حد عمل امين شرطه تاني ولا تالت ولا عاشر من بعده يعني. منة شلبي، هالة فاخر، يوسف الشريف. لا فيلم جميل جدا جدا جدا، وبيتكلم عن الحاله الاجتماعيه في الوقت ده. عمرو عبد الجليل دوره حلو جدا برضه، مع انه طبعا هو واحمد فؤاد سليم. بحب دور ماهر عصام جدا جدا. طبعا الرسام ده. لا فيلم حلو جدا جدا جدا، ومن اصعب الشخصيات اللي ممكن يمثلها ممثل في حياته شخصيه حاتم دي. في الاخر مشهد النهايه الراجل يعني انت كارهه طول الفيلم، تيجي في لقطه واحده خليك تتعاطف معاه. لعبه صعبه قوي ان هي تتلعب، واتلعبت حلو بصراحه. لعبت حلو جدا، ومهد لك لده قبل مشهد الفينال اللي انا بحبه جدا، اللي بيخليك تتعاطف مع حاتم.
قبل المشهد ده كان في ما قبل المشهد اللي هو بياخد مركب عشان يستفرد بنور وكده، لما كان قاعد بيحكي لها، لما كانوا قاعدين في المطعم على النيل. اوكي. ماشي. وبيحكي لها لما بيقول لها انا اتولدت وكنت يتيم وعشت مش عارف مع خالي، عند خالتي الاكل بمواعيد وعند عمتي الحمام بمواعيد. بيوضح لنا ايه اللي وصله كده بالظبط. المبررات بقى بتاعت الكاركتر كلها بتبان في المشهد ده. فانت برضه بتحس ان حاتم طبعا مش مبرر اللي هو كان بيعمله في الفيلم، ولكن بيقول لك ده مش من فراغ، يعني من كل اللي ما هو وصل اليه ده كان مش من فراغ يعني. فلا يعني انا بالنسبه لي دي اخطر لعبه ممكن تتلعب في فيلم، انك انت وتحديدا في السيناريو بتاع هي فوضى ده، فكره انك مطلع كاركتر بالسوء ده وبالوحشيه دي يعني وتحاول لمجرد محاوله بس تفكر انك تحاول تلعب اللعبه دي في اخر الفيلم، جرأه مش طبيعيه. اللعبه دي رهيبه طبعا، غريبه، اختيارها كان حلو جدا طبعا وتنفذت، يعني تنفيذها هو اللي خلى اختيارها حلو. طبعا. وهي الفكره ان هم كانوا من احد لقاءات استاذ يوسف شاهين، يعني ان هو كانوا بيتكلموا، مش فاكر هل يوسف شاهين ولا خالد يوسف، بس كان بيتكلم عن فكره ان هم بيعملوا نفس الشخصيه اللي هو لعبها في باب الحديد، اللي هي شخصيه قناوي اللي كان متيم ومهووس هنومه، بس في 2007. فهو بالنسبه له هو شخص عاشق جدا، بيحب جدا، فلو انا هعمل اي حاجه عشان اوصل لنور ايا كان. فمن وجهه نظره اللي بيعمله ده مش شر، دي كلها مبررات. الكاركتر بالظبط هو مش شر. ان هو انا بعمل كده عشان بحبها بس بالظبط. فمش فارق لي اي حاجه تاني بقى خلاص، يعني انا تمام. فاهم ازاي؟ فهي فوضى طبعا من اهم الافلام يعني. الفيلم ده عبقري بصراحه، فيلم من الافلام العبقريه. خش يا استاذ علي بعد. الله يرحمه والله، خالد صالح يعني من اكثر الممثلين اللي حبيتهم في حياتي. طبعا طبعا. الله يرحمه. طيب خلصنا انت عمري، هنخش بقى على 2006. انا 2006 برضو ضحيت بيها في فيلمين، يعني مش عايز اقول لك. ما انت اخترت وش اجرام، ده معناها ان انت في عمارة عندي يعقوبيان. فيلم من 2006 هقوله بعد هي فوضى، انا للاسف قلت هي فوضى الاول، انا اتلخبطت في 2007، بس في فيلم تاني هرجع له في 2006. اعتقد ممكن يبقى نفس الفيلم اللي انت مختاره دلوقتي، بس قول الاول. خلينا نشوف. يعني هو 2006 ماشي. الافلام برضو الحلوه كتير، وانا في فيلمين بحبهم جدا، بس اضطريت ان انا اختار فيلم واحد منهم. ضحيت بقى عن العشق والهوى واخترت اوقات فراغ. اوه ماشي، مش نفس الفيلم اللي انا مختاره بس مهم. اخترت اوقات فراغ بصراحه. اوقات فراغ مش كجودة فيلم او جودة صناعة او انا اوقات فراغ اخترته بس لمجرد ارتباطه بجد. النقلة الفنية الشبابية مرتبط بطريقة غريبة. السيناريو، الاحداث اللي بتحصل فيه، المشاهد اللي انت بتشوفها في الفيلم اول انت مرة شايف نفسك في الفيلم طبعا. انت قاعد بتتفرج على وقفتك انت واصحابك في اي حته، خروجتكم مش عارف فين، نزولكم بالعربيه ومش عارف فين، الكلام ده كله انت قاعد بتتفرج على نفسك. طبعا. فبالنسبه لي الفيلم ده من اكثر الافلام اللي برضه وبالنسبه لي هو يعتبر فيلم بعامله معامله الفيلم الوثائقي، يعني هو بيوثق لي فتره في حياتي. الفتره دي طبعا. فاكر الفتره دي بتاع اتفرج عليه مثلا. طبعا طبعا. حلو جدا، فيلم حلو قوي. فيلم حلو جدا، وفيلم زي ما انت ما قلت هو كان توثيق للفتره بتاعت الشباب في الفتره دي. كان بيحاول يوصل للجيل بقى اللي هم ابهاتنا وامهاتنا وكده، بيحاول بقى خلاص دي طريقه تفكيرهم، دي حياتهم.
تعالوا شوفوا الجديد بيتكلم ازاي، بيفكر ازاي، بيعمل ايه. خدوا بالكم يعني خلاص انتوا فكره المحافظه قوي والقفله عليهم قوي والكلام ده، حاجه انتوا ممكن تكونوا بتشتغلوا بيها نفسكم، يعني حاجه ممكن تكونوا انتوا بس اللي فاكرين ان انتوا ناجحين في تنفيذها. بالظبط هم بالظبط. بينزلوا دي حياتهم، فحاولوا تتكلموا معاهم، حاولوا تصاحبوهم، حاولوا. فلا الفيلم كان حلو جدا بصراحه، انا بحب الفيلم ده. طبعا. طيب فيلمي اللي فات من 2006 وما قلتوش، وكان المفروض اقوله قبل هي فوضى، بس من نفس السنه، هو واحد من الناس، كريم عبد واحد من الناس. العزيز. فيلم التاني في القائمه لكريم عبد العزيز هو فيلم واحد من الناس. طبعا ده من اقوى الافلام برضو اللي انا بشوف انها كانت اتعملت في بدايه الالفيه الجديده. فيلم اكشن دراما رهيب، عن قصه حقيقيه على فكره حصلت في احد المولات الشهيره وقتها. اكتشفت ده ان هو كان عن قصه حقيقيه، وبس اتعملت بشكل درامي يعني. طبعا من اعلى اداءات كريم عبد العزيز التمثيليه، يعني حدث ولا حرج يعني. عزت ابو عوف من اجمل ادوار عزت ابو عوف طبعا. فيلم حلو جدا، واحد من الناس، اخراج الاستاذ احمد نادر جلال. واحد طبعا. انا بحب اغنيه الفيلم، اغنيه الفيلم بتاعت لؤي، كان واحد من الناس، اعتقد من اهم عوامل نجاح الفيلم ده كانت اغنيه الفيلم ده على فكره برضه. دي حقيقه، كانت معموله حلوه جدا. انتاج الشركه العربيه في اوج انتاجاتها يعني. بحب انا الشركه العربيه، وبحب الافلام بالنسبه لي مرتبطه باللوجو بتاع الشركه العربيه اللي كان بيظهر في الاول ده كده. حاجات كده شخصيه كده بحبها كده. والله حاجات. واكل دماغ امي فاهم. لا يعني من اجمل افلام كريم عبد العزيز طبعا. وطبعا لو هنتكلم عن 2005 و 2006، بس ده للاسف برضه ضحيت فيه في القائمه، ابو علي من اجمل افلام كريم عبد العزيز. بس ضحيت بيه للاسف يعني. في افلام كتير قوي ما قلتهاش وانا متضايق طبعا انت مخليني مضطر اختار فيلم يعني. انا دي صعبه على بعض يعني. بس يا ابني انت عارف انا على هامش القايمه دول كام فيلم مثلا؟ ادي رقم ممكن يبقوا كام؟ 15 فيلم، يا ريت 10، 20. انا انت بتتكلم في 30 فيلم مثلا غير ال10 اللي انا مختارهم. انا غير اللي انت مختارهم. ايوه افلام كتير قوي حلوه، في افلام كتير قوي في الفتره دي. يعني مثلا انا بقول لك السنه بتاعت 2005 دي لوحدها فيها ما لا يقل عن 5 6 افلام انا بعشقهم، بس اضطريت اختار منهم فيلم واحد. طبعا. ماشي، خلينا نخش على اللي بعده. احنا وصلنا لايه؟ الفيلم رقم 8 كده اعتقد. 8. ماشي، احنا كده هنتكلم عن لا احنا كده وصلنا خلاص بقى. انا هختاره من 2005 برضه بصراحه. مش هعرف اختاره. هرجع ل 2005 واقول لك ليلة سقوط بغداد بصراحه. والله يعني طبعا كان نفسي احط الفيلم ده طبعا، وللاسف ضحيت بيه، بس ما ينفعش. لا لازم. وهسيبك انت تقول اللي احنا عايزين نعمل حلقه لاحمد عيد لوحده. احمد عيد لوحده ده لازم، ده يا ما شاء الله، ده لازم يا لهوي. ايه ده؟ لازم يعني. ده من اول حلق حوش وشجاع السيما. لا بكل حاجه بقى. لا انت بتتكلم في واحد معجون كوميديا يعني حتى رجوعا لفيلم ثقافي، وهم قاعدين بيتفرجوا على الفيلم، يروح رامي لك الفكره، يقول لك يا ترى الواد ده مرتبه كام؟ ايه انت بتقول ايه؟ احنا ايه اللي جاب ده هنا بالظبط؟ ايه اللي جاب ده هنا دلوقتي فاهم؟ لا يعني هو لازم يبقى ليه حلقه لوحده فعلا استاذ احمد عيد بصراحه. طبعا. ليلة سقوط بغداد تأليف وإخراج أستاذ محمد أمين، بطولة أحمد عيد وبسمة وحسن حسني.
من اقوى الافلام. قصه طبعا فيلم قصته يعني هو كفاية قصته يعني رهيبه. هو قصته بالنسبه لي يعني كافيه ماذا يعني لو الفكره. ماذا لو ما بقاش في عندنا سلاح ردع، كان هيبقى ايه بالظبط. الوضع؟ احنا احنا في الفتره دي كنا كلنا حاسين بالخطر ده، ان هو ممكن طبعا يكون ده هم بيقربوا ولا ايه، هو الموضوع جاي فعلا عندنا ولا ايه. فالتخوف ده كان عندنا. فكره ان طبعا. انا لا ابني لك قصه على ده واخلي الناس بتاكت على اساس ان ده بدا يحصل وي وي وي، لا القصه حلوه جدا جدا وبتحرك برضه جدا جواك كده جدا. حته. لا لا الفيلم حلو، طبعا الفيلم حلو جدا وكوميديا احمد عيد من اهم الغريبه. الافلام البلاك كوميدي يعني. طبعا طبعا. آه، فكرتني بقى البلاك كوميدي في بفتكر افيه بجد. في في افيه اه بحبه في الفيلم ده جدا، لما حسن حسني كان رايح لاحمد عيد عشان يتعرف عليه اول مره، اه فدخل كده لقاهم كلهم قاعدين بيشربوا جوزة وبتاع، فقال له انت عارفني؟ انت فقال له عارف طبعا عارف حضرتك. حضرتك. قال له طب انا مين؟ قال له ده حضرتك اللي لسه داخل من شويه. ده افيه يعني ما يخطرش على بال حد. لا لا، الراجل ده لو اتكلمنا في افيهاته دي يعني حقيقة. بجد ما تفهمش بيجيب الافيهات دي منين. دي حقيقة. لا، في لينا حلقه لاحمد عيد لوحده اساسي احمد يعني. عيد عبقري. ده طبعا. نستلم فيلم كده ونفصص ونطلع افيهات وتفصص بقى الافيهات. طبعا. ماشي. خش طيب آه فيلم اللي جاي 2009. 2009 هما الفيلمين اللي جايين 2009، يعني اخر فيلمين بالنسبه لي 2009. اوكي. بالالوان الطبيعيه. انا عارف انك هتختار الفيلم ده على فكرة، انا كنت متأكد انك هتختاره اصلا. انا لكذا متأكد سبب. عشان كده لكذا ما سبب. اخترتوش. اه لكذا سبب. اولا لمخرجه، وده قبل اي حاجه اسامه فوزي، ما ينفعش اسامه فوزي ما يبقاش في قائمه افلامي، يعني واحد من اهم المخرجين، واحد عمل 4 افلام بس، وعلى هامش القائمه بحب السيما. وش الناس طبعا يعني. ف... كان ناس اختاروا. فطبعا لمخرجه اولا اسامه فوزي، لثانيا قصته. فيلم طبعا ما فيش حد ما عداش بالمرحله بتاعت هل الفن حلال ولا حرام، وفكره التوهه و... ولحد دلوقتي التوهه دي لسه موجوده. فكره انه طب هشتغل للفن، فن للفن بس، ولا هشتغل في السوق التجاري، ولا هعمل ده ولا مش هعمل ده. الحيره اللي اي فنان بيمر بيها يعني. لا، فيلم ريليتد جدا باي فنان. اي حد عايز يكون فنان هيفهم المعنى الحقيقي للحيره اللي بيمر بيها اي حد فنان يعني. طبعا على مستوى الاخراج والتمثيل، كل الكاركترز اللي في الفيلم كاركترز رهيبه يعني. طبعا كنت اتمنى العب الشخصيه اللي لعبها كريم قاسم وش طبعا يعني. طبعا يعني كان نفسي العب الدور ده جدا. بحب دور رمزي لينر جدا جدا في الفيلم ده. بحب دور فرح يوسف جدا جدا. طبعا بحب جدا. دور ابراهيم صلاح اللي هو كان بيطبل، خلينا نمشيها بيطبل للدكاتره ده. ازاي. لا، فيلم جميل جدا ومهم حلو يعني. جدا. حلو. تأليف هاني فوزي واخراج اسامه فوزي يعني طبعا. مدير تصوير طارق التلمساني. لا لا، فيلم قوي جدا جدا جدا. خد بالك، ما هي دي الميزه، انك لما بتلاقي فيلم. انا بالنسبه لي الافلام كلها اللي بتتعمل بحب بشغف بضمير، بشيء من الضمير، بس كده كده هيعجبك غصب بشويه عنك هيعجبك. تحضير، بشويه مثلا ريسيرش. هي حته الضمير بس. عشان بالظبط. كده عشان كده هحرق فيلمك اللي جاي وهقول انا قبلك بصراحه، يعني بصراحه، عشان هو ده اخر فيلم في اكتر القايمه. اكتر واحد بيتعب في تحضيره
اكتر طبعا اكتر بني ادم بيهتم بتفاصيل التفاصيل. طبعا مش عارف بقى هي بالوراثه عن والده الله يرحمه اللي كان بيهتم بتفاصيل التفاصيل في السيناريو. اكيد طبعا. طبعا طبعا هقول ابراهيم الابيض واقول مروان حامد، استاذ مروان حامد. طبعا. هو فيلم الاخير انا كمان في القائمه ابراهيم الابيض طبعا طبعا. ابراهيم الابيض يا جماعه، ايه ده؟ انت ايه الصوره اللي انت شايفها دي اولا؟ طبعا ايه الحركه اللي في الديكور. الكادر اللي انت شايفها دي كلها، التحكم في الحركه في الكادر. انت ايه ده؟ ايه السيطره دي؟ اكتر خناقه شعبيه واقعيه اتعملت في تاريخ السينما. غريبه. انا قاعد بتفرج، انا مش متخيل ان ده ممكن يكون اتعمل فعلا. انا قاعد، ده بالظبط. اتعمل ازاي؟ انا عايز اعرف. انا هو كفرد وكتيم. اتصور ازاي؟ ايوه، اتصرفوا ازاي؟ عملوا ده ازاي؟ فعلا طلعوا ده ازاي؟ انا بحاول اتخيل. لا، الموضوع صعب جدا. طبعا الموضوع اهم خناقه شعبيه واقعيه اتعملت في تاريخ السينما. اهم دور بلطجي اتعمل في تاريخ السينما، عشري. طبعا طبعا عشري ده يا لهوي، ده عبقري. لا لا لا، عمرو واكد في الفيلم ده كان صعب قوي. ومحمود فيلم عبد العزيز الله يعني يرحمه. ملحمي يعني. استاذ محمد عبد العزيز طبعا، عبد الملك زرزور، يا لهوي يا لهوي، حوريه. انا لو هختار احسن فيلن ممكن اكون شفته في فيلم مصري، عبد الملك هو هيبقى الدور زرزور ده. هيبقى الدور ده. طبعا. عبد الملك زرزور طبعا. من النفس اللي بيتاخد. انت ما بتتكلمش. انا مش هقول لك بقى تفاصيل وكاركتر ولبس والجو ده. انت شوف عبد الملك زرزور ده بيتنفس ازاي. ايوه ايوه. هو طريقه نظرة عينيه، نظرة عينيه. بيبص لا لا كده لا. ازاي وبيبص. لا روح هات الكيس يا شيبة. لا ايه. روح هات الكيس يا شيبة. الادوار الادوار الصغيرة. شيبة. يبقى طبعا تايسون. خالد كمال، يا لهوي. سيد رجب. نضال الشافعي. سيد رجب. انا في حاجه مزعلاني في لا. الموضوع ده قوي برضه. انا كان نفسي اشوف باسم سمره اكتر من كده، بس يلا ما علينا. الشخصية للأسف اللي اتمنتجت دي، مهدي انا عايز بدور. اعرف ده كان بيحصل فيه ايه برضه، يعني انت فاهم؟ ما انت الفيلم هو اللي، حلاوه الفيلم هي اللي موصلانا لكده. لما تعرف ان الشخصيه اللي قتلت ابوه اصلا دورها ما بقاش انت كنت عايز تعرف. انا عايز اعرف ايه اللي هيحصل هنا برضه، فاهم؟ وبعدين لما يبقى واحد زي باسم سمره اصلا هو اللي بيعمل الدور ده برضه، دي حاجه. طبعا طبعا للأسف الدور اتشال لأسباب ليها علاقة بطول مدة الفيلم كمونتاج. وبعض المشاهد باظت للأسف. يعني بعد ما اتصورت اكتشفوا إن فيها مشاكل تقنية ما كانش ينفع تتحط. بس طبعا ناس كتير كانت عايزة تشوف يعني حتى صديقنا يوسف سامي على الجروب بتاع عاشقي فيلم ابراهيم الابيض ده، يا ما سالوه فين المشاهد المحذوفه بتاعت ابراهيم الابيض. حتى محمود عبد العزيز، استاذ محمود عبد العزيز، شال له مشاهد، وناس كتير اتشال لها مشاهد من الفيلم يعني، للاسف يعني. فابراهيم الابيض من الافلام الايقونيه طبعا طبعا يعني. لا هو فيلمي بالاخير في القائمه. فعايز اعرف بقى فيلمك الاخير في القائمه رقم 10 بالنسبه لك. ماشي، بس في نقطة بس أخيرة في إبراهيم الأبيض. طبعا هند صبري. طبعا هند صبري في الفيلم ده، يعني أنا بص، كان ممكن هند صبري في الجزيرة شدتني، الدور الصعيدي، الدور اللي مش عارف إيه. بس فعلا هند صبري في إبراهيم الأبيض لا، ده كان دور مختلف تماما. والتحول اللي بيحصل حريه ورايحة جاية وتردد ما بين الحب والكره لابراهيم طبعا. طبعا. ففي، لا هي تعبت قوي في الدور ده. من اكتر الادوار اللي بحبها لهند صبري. يعني ممكن يكون هو والفيل الازرق اتنين في مكانه واحده عندي. طبعا 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 طبعا. هم اكتر دورين بحب هند صبري فيهم بصراحه. تعالى بقى هند صبري ممثله عملت كميه ادوار مختلفه رهيبه يعني، استاذه كبيره طبعا طبعا. تحيه كبيره للاستاذه هند صبري يعني. ماشي، خش لنا بقى في فيلمك الاخير في القائمه.
لان هو ابراهيم الابيض بالنسبه لي كان فيلم الاخير. اخر فيلم خلاص ماشي. ما انا هقول لك برضو ايه، هو خلاص ما احنا قلنا بقى، انا حرقتها برضو من شويه لما قلنا على ليله سقوط بغداد، من احلى الافلام البلاك كوميدي، فانا فيلم اللي جاي بلاك كوميدي برضو، عسل اسود. اه اوكي عسل اسود طبعا. تاني احسن فيلم بلاك كوميدي اتعمل في مصر، لان اول فيلم بلاك كوميدي معمول هو الله يرحمه حاجز دوره، ما مش هنهزر، فبراير الاسود طبعا. كان ايه؟ فبراير الاسود طبعا. فبراير الاسود، اه طبعا طبعا. ده طبعا احسن فيلم بلاك كوميدي اتعمل في تاريخ مصر بالنسبه لي، اركنه بقى عشان هو بعد ده 2010. اساسي. هات بقى عسل اسود تاني احسن فيلم. ده اساسي. هسألك سؤال، اه هل انت راضي عن نهاية فيلم عسل اسود انه رجع في الاخر، ولا كنت بص، شايف ان الاوقع انه يسافر؟ كنهايه، نهايه منطقيه جدا، واقعيه جدا. اوكي. سيبك بقى من الهابي اندنج. سوري يعني ماشي، سيبك من النهايات السعيده عموما. ثواني بس معلش. ولا يهمك. سيبك من النهايات السعيده اللي احنا بنحبها في السينما وبتاع، والبطل والبطله يتجوزوا والجو الضيق ده، لا بصراحه انا شايف، انا بحب النهايات الواقعيه اكتر، النهايات المنطقيه اكتر. احب ان المخرج يحترم عقلي، يعني ما احبش طبيعي ان هو واحد باللي هو عاشه ده هيرجع، ايا كانت المباريات اللي هنا، الدفء والحب والعاطفه والجو اللي ما كانش لاقيه وكل الشغل ده، لا هيرجع، لان هو واحد عايش طول عمره هناك، عمره ما هيعرف يتاقلم مع المشاكل اللي هنا، حتى لو في حاجات حلوه هتشده. فالنهايه انا شايفها واقعيه جدا ومحترمها جدا اوكي حلو قوي. بصراحه. بس ده بتكلم عسل برضه عن، اسود من الافلام الجميله برضو اللي انا بحبها جدا لاحمد حلمي. انا ده احمد حلمي في الفيلم ده عجبني، يعني عجبني. طبعا. ولو ان كان حته ايه، مش عارف، حسيت النيرفات فيها مشكله سيكا، او مش عارف، حسيت كده في حاجه برضو مكتفاه، فكره ان هو بيعمل خواجه او عوج لسانه او كده، ان الواحد عايش بره هو وبتاع. عمل مجهود شويه، لان حتى كانت منى زكي قالت ان هو مسكاست في الدور، بس هو اجتهد جدا عشان يعمل هو الدور ده. اجتهد ده جدا، حقيقي. هو اجتهد جدا واجتهاده ده يحترم، بس حسيت برضو ان هو في حته النرفات تحديدا متكتف كده، فدي بس دي الدفعه بالظبط. الوحيده عليه. لكن الدور كان حلو جدا، عوجة اللسان عملها حلو جدا، ما حسيتش بالمشكله، يعني ما حسيتش بالمشكله خالص ان هو احمد حلمي اصلا ما كانش بيعرف يتكلم انجلش قبلها اصلا يعني. طبعا طبعا. فلا، يعني الفيلم حلو، الفيلم احداثه حلوه، احداثه جميله، احداثه مم. بتزعلك بتزغزغ مشاعرك في نفس الوقت، يعني فاهم. لا بالظبط. فيلم حلو بصراحة. من اكتر الافلام اللي بحبها برضه. فده انا انا بالنسبه لي برضو بشوف فكره الانتماء والوطنيه، مهما شفت بلاد تانية احلى او رحت اماكن تانية، لا لا لا، لازم برضو معرفش، ما اقدرش ابعد عن هنا بكل الحاجات الحلوه اللي هنا وبكل الحاجات اللي وحشه اللي هنا، ما انت بعرفش ابعد. بتكلمني دلوقتي ولا بتكلمني عن نهايه الفيلم؟ لا بكلمك بشكل شخصي بقى دلوقتي لا بشكل شخصي. كمناقشه. انا بشكل شخصي اخري اسافر اتفسح ارجع، لا مصر يعني بالظبط. ما. كنت لسه اقول لك، بالنسبه لي يعني ببقى عارف ان انا راجع سواء شغل سواء بالظبط. سياحه سواء ايا كان، عارف ان انا راجع هنا، امم هعيش وهموت وهدفن هنا يعني. الهجرة دي لا، بتبقى انا بالنسبه لي شخصيا لا، صعبه فكره الهجره، ان انا خلاص اعيش هناك، ايه ده في ايه، لا في حاجات ما كتير اقدرش. قوي كانت موجودة. كان ما لازم تبقى اقدرش. من زمان قوي عشان تعرف تتاقلم على ده بره يعني، لكن بالظبط. دلوقتي الموضوع مش صعب. دلوقتي صعب، ايا كانت التحديات، بس دلوقتي صعب للاسف، ما تقدرش تبعد يعني. ده حقيقي. طيب انا اتبسطت جدا بالقائمه دي، حبيبي وللاسف
على عيني على عيني ان في افلام كتير جدا ضحينا بيها بجد، كانت فتره غنيه جدا سينمائيا. بس تعالوا بقى نقول لكم سريعا كده، انا هقول الافلام اللي انا كانت على هامش القايمه وما اخترتهاش. في افلام كتير برضو مش الافضل، على قد ما افلام انا مرتبط بيها وبحبها بشكل ما، افلام ليا مواقف معاها او ايا كان. على هامش القايمه بوشكش. طبعا طبعا ما اقدرش يعني، ده اهم فيلم يعني معمول عليه كوميك حياتي. بالظبط بالظبط. لا دي حقيقه، وخد بالك هو ده نفس فكره، نفس اللي حصل مع وش اجرام، انك اول ما تشوفه برضو ايه ده، ايه الفيلم ده فيه هتسيبه. إيه؟ اه بعد كده فصصوا بقى بعد كده، يا لهوي. لا لا حلو عندنا جدا. بوشكش، بحبها عندنا بوشكش، عندنا قص ولزق. زي ما قلت لهلا خليل من اكتر الافلام برضو الاجتماعيه اللي بحبها، وفكره انه الشباب ممكن توصل لسن ان هو كبروا في السن وما حققوش حاجه، فبيفكروا في فكره الهجره. سهر الليالي اللي انا ما اخترتوش للاسف في قائمتي، وثروت اختاره في قائمته طبعا. بحب السيما، الفيلم الثاني لاسامه فوزي. سكوت هنصور طبعا بالنسبه لي هي فوضى كسينمائيا ليوسف شاهين اهم بكتير، بس سكوت هنصور مرتبط معايا بحاله كده، بحب الفيلم ده بدون اسباب، ما اعرفش ليه، محدش سالني ليه الاسباب، بس بحب سكوت هنصور. وبحب فكره ان في بعض الناس يمكن عشان مرتبطين شويه بالمجال، فكره الفهلوي اللي هو انا عايز اوصل وابقى مشهور وخلاص حتى بدون موهبه. فبحب الفكره اللي بيناقشها الفيلم دي، اللي هو كان بيحاول يرتبط بملك دي عشان هي مطربه مشهوره وهو عايز يمثل، فانا هطلع على قفاها وخلاص. فعجبني انا القصه دي جدا. بحب فيلم اولى ثانوي، الله يرحمه استاذ نور الشريف. فيلم اولى ثانوي، عارف الفيلم ده؟ ما اتفرجتش عليه بصراحه، مش هحاول. ارشحه لك، فيلم برضو ارتباطي بما هو الا فكره انه حد دايما مرتبط بفكره كل ما هو اصلي وكل ما هو اصيل، يعني اللي هو شايف ان الحياه كلها دلوقتي من حواليه بقت مزيفه، فهو جايب لك شخص ارتباطه دايما بالذكريات وكل ما هو اصيل يعني. فيلم لطيف ارشحه لك ان انت تحب تتفرج عليه يعني. ملاك اسكندريه. لا 2001. اولى ثانوي ده كان 2001 صح؟ 2001 مظبوط. ملاك اسكندريه الفيلم الثاني لساندرا، يعني كان مش عارف بصراحه اشيل ليه خلتني احبك واحط ملاكي ولا ليه خلتني احبك يعني. ومن اقوى افلام 2005، ومن الافلام اللي عملت نقله في فكره الافلام بقى السسبنس، الجونرا بتاعت السسبنس دي اتعملت من ملاك اسكندريه. خالي ماشي صح خالي من الكوليسترول من اجمل افلام اشرف عبد الباقي اللي بحبها جدا 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 يعني. خلي الدماغ صاحي، افلام مصطفى شعبان اللي احنا اتكلمنا عنها. بحب دور سامي العدل جدا في الفيلم ده. طبعا استاذ سامي العدل، شخصيه العفريت اللي كان، وفيلم لايت كوميدي جميل جدا يعني. لا الفيلم ده جميل. واخيرا اصحابه ولا بيزنس. طبعا برضه طبعا، بس لا انا ما حطيتوش عندي بقى، تخيل. لا انا من الافلام برضو اللي مرتبط بيها جدا، بحبها جدا. من اجمل الافلام اللي مثل فيها مصطفى قمر على مستوى التمثيل، وهاني سلامه، استاذنا الله يرحمه طارق عبد العزيز، نور، موناليزا. فين موناليزا يا جماعه؟ موناليزا ليه اعتزلت يا جماعه؟ اعتزلت واتحجبت، ودي طبعا قرار شخصي يحترم يعني. طيب انا على هامش قائمتي بقى نقدر نقول، معلش بس هتعبك معايا شويه يعني. لا براحتك، خد وقت. سنه 2000 احنا كنا اخترنا الناظر وفيلم ثقافي. انا بصراحه بحب الحب الاول طبعا، فيلم بحبه جدا، من اكتر الافلام اللي بحبها. وفعلا الفيلم ده كل ما بشوفه قدام التلفزيون ما ينفعش اقلبه يعني بكره ان شاء الله هقول لها. دي حقيقه بصراحه. لا هاني رمزي كان هاني رمزي رهيب في الفيلم ده، وده يعتبر تاني انطلاقه للجيل ده برضو بعد صعيدي في الجامعه الامريكيه. طبعا منى برضو، فطارق لطفي، فانت بتتكلم طارق لطفي كان جميل.
أنا بحب الفيلم ده جدا بصراحه. 2001 في فيلمين على هامش القائمه بالنسبه لي، واحد منهم انا شايفه من اهم افلام السنه. انا عشان كده وانا بقول لك انت عايز اقول لك الحلو ولا المهم؟ قلت لك الحلو اللي هو جانا البيان التالي، المهم ايام السادات طبعا بالنسبه لي. اوه طبعا، طبعا. ازاي انا ما حطيتش؟ انا ما مشكله. كانش ينفع احط الفيلم ده، ما انا بقول لك هو ده بالنسبه لي اهم فيلم في السنه. بس احنا لو هنتكلم على فيلم طبعا. حلو وخفيف ده هيبقى جانا البيان التالي، لكن اهم فيلم صح. يعني انا مش الله يرحمه، والله ما هعرف اتكلم عن الفيلم ده يعني. كان احمد هو زكي السادات، يعني مش انا هنقول مش غير عارف ان هو كان هو السادات بس. بصراحه. دي حقيقه، ما انت دي حقيقه طبعا. من نبره الصوت، مخارج الحروف، للشكل عموما يعني بغض النظر عن كل حاجه، كل حاجه. البادي لانجوج. لا ايه ده، في ايه يعني؟ انت في إيه؟ انت بتعمل ايه يعني؟ كان حلو جدا. وفي ماشي، فيلم ايه برضه تاني؟ في فيلم برضه بحبه في 2001 جدا، رشه جريئه، اظن انت هتتفق معايا عليه. جدا، وبرضه ندمان ان انا ما حطيتوش في القائمه للاسف. رشه جريئه طبعا بالنسبه لي في 2002 انا قلت لك مافيا. امم. بس انا برضو في فيلم تاني يعني، طبعا احنا مش هنقول بقى امير الظلام والليمبي وحراميه في كي جي 2، كل ده يعني على راسنا على يعني عيننا وعلى بصراحه. راسنا. انا في فيلم بالنسبه لي من الهيدن جيمز عموما، اللي من اكتر الافلام اللي بحبها في حياتي، فيلم هو فيه إيه؟ بتاع محمد فؤاد الفيلم ده بحبه فشخ، انت مش متخيل. وانا كمان. والله العظيم. وفي واحد صاحبي لسه صادمني بمعلومه قريب، انا ما كنتش واخد بالي منها. بيقول لي اقولها بقول لك لك قبل ايه، ما تقولها، ان هما الاثنين ما كانش ليهم اسم طول الفيلم، صح؟ بالظبط بالظبط أي- هي دي. بيقول لي بقول لك ايه، هو محمد فؤاد واحمد ادم كان اسمهم ايه في الفيلم؟ قعدت افكر كده. اعتقد انا شفتها في على الكنبه عندكم، اعتقد كان حاجه كده، اعتقد تقريبا صح. ممكن هو كان اه، لا بس مش عارف احنا نزلناها في الحلقه ولا لا، عشان دي كانت او حاجه اخت من بره. اعتقد. اه 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 اه. ما كانش بس لهم فقلت له اسماء. ايه، قال لي ما كانش انا ليهم في اسماء. في الفيلم ده بيموتني لما عايز قال اتابعوه، لي بيشرح لهم فكره انه هل في حاجه في الحياه صدفه ومش عارف ايه وبتاع. فبيقول لو له انا طفل اللي، صغير مش انا عارف. اللي رميت البونبون ومش عارف ايه والكلام ده كله. فقال له ده تسميه ايه؟ بص، ده صدفه ولا مش عارف ولا حظ ولا مش عارف ايه. فمحمد فؤاد انا قال له سميته صدفه. صدفه طبعا. احمد ادم قال له انا اسميه وائل. لا 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 ده لا. برضه من اعلى الافيهات اللي انا بحبها أنا فشخ. بس فبيقول لي طول الفيلم بيقول له ياه، وده بيرد عليه يقول له ياه. فدخلت على سايت اه السينما، لقيت ان هو فعلا مكتوب محمد فؤاد احمد ادم عريس واحد عريس اثنين. بالظبط. اتصدمت. ايوه. تيتو احنا قلنا مع تيتو في بقى لا الحاجات العاديه بقى، باشا تلميذ، فول الصين العظيم، عريس من جهه امنيه، دول في 2004 ما طبعا، مش حابب. طبعا. اه دي حاجات برضه احنا. الفيلم اللي انا ما قلتوش في 2005، انا قلت انت عمري، وقلت ليله سقوط بغداد من 2005. في فيلمين كمان، اول فيلم فيه فكره البلوت تويست في مصر، فكره فيلم حرب ايطاليا، القلبه اللي طبعا. اتقلبت في الاخر اوروبا وطبعا في فيلم ايقوني بالنسبه لي، معلش احنا بنتبهدل. والله العظيم كنت عارف ان انت هتقول. طبعا لا لا بالنسبه لاحمد ادم يعني القرموطي يا صعب. جماعه، يعني ما ينفعش، ما ينفعش. فيلم صعب. احلى فكره كاركتر عمله احمد ادم في حياته واحلى فيلم عمله في حياته يعني. طبعا طبعا لان فعلا ده معلش احنا بنتبهدل، لا احسن من اي قرموط يتعمل بعد. طبعا. لا هو ده بس بالنسبه للقرموطي، انا الباقي ده ما جاش يعني، هو ده. لا دي حقيقه. ومعانا برضو في كنت عايز اقوله برضو في توم داست اشرار. طبعا انا حلو بحب. جدا 2006. اه. اه وانا جدا. اه بس يعني ممكن نقول ماشي يعني، انا مش عايز برضو عشان هطول عليك والله. بس قدامنا 3 دقايق يعني، ممكن تقول الباقي لحد 2010 كده تذكرهم سريعا. انا اخر واحد هقوله او فيلمين، بلاش واحد، على جنب يا امم. اسطى. على جنب يا اسطى.
انا بحب طبعا اشرف عبد الباقي عموماً. فانا اي حاجه طبعا بيعملها اشرف عبد الباقي انا بحبها بطبيعه اصلا الحال. يعني. آه. طبعا. اخر فيلم هقوله اللي انا مستغرب انت ازاي ما قلتوش اصلا ولا في القايمه ولا على الهامش، وخشبه كان هيزعل مننا قوي لو ما قلناهوش، هو بدل فائد. اه طبعا طبعا بدل طبعا طبعا. انا ده انا والله كاتب غصب يعني. عننا يا جماعه، يعني الافلام فعلا حلوه. دي حقيقه. بدل فائد انا بشوف ان الفيلم ده برضو نقله كبيره جدا. والتكنيك يعني كتكنيك كمان، فكره انك لا تعمل اكشن وهم بيجروا ورا بعض وي وي وي. مشاهد التوأم جنب بعض دي كده، كانت. ومخرج طبعا استاذ احمد علاء الديب يعني، لا من اهم المخرجين. ده من الافلام سيناريو الحلوه جدا، بس اللي سيناريو ظلمه استاذ وخلاني. محمد دياب استاذي وحبيبي. طبعا. بس الفيلم ده من الافلام الحلوه جدا، بس اللي ظلمه وخلاني ما اختاروش ان هو في 2009 برضه مع ابراهيم الابيض، بس ده السبب الوحيد اللي خلاني ما احطوش في القائمه. بالظبط بالظبط. ابراهيم الابيض خلاص معلش انا اسف اركن. لا انا اسف. طبعا 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 طبعا. لا بس والله كانت قايمة جميلة، وبسطت سواء القايمة الأساسية أو القايمة اللي على الهامش. وفي أفلام كتير طبعا ما قدرناش نقولها، بس أنا اتبسطت جدا جدا. فترة من أجمل الفترات السينمائية، يا رب يا رب ترجع السينما تاني نفسي والله. الفترة اللي جاية بنفس القوة دي، وتتعمل أفلام بنفس القوة يعني. والتنوع عشان خلاص طبعا اكشن وكوميدي خلاص. كفاية بقى أرجوك. يا والله في ريت. محاولات مؤخرا يعني، بس محاولات فردية يعني. هتلاقي مثلا الرحلة 404، مش ممكن. عارف ايه، حاجات كده بتطلع كده ايه يعني، بس عايزين من ده كتير بقى. 13 يوم ده برضه اتعمل، ده كان رعب برضه كان لذيذ. بتاع احمد داوود. كان محمد كان داوود كان لطيف جدا. اه باين ولا. بس عايزين من ده كتير بقى يا جماعه، عايزين من ده كتير. يا ريت والله، التنوع ده بيبقى حلو والله يا جماعه. طبعا. يلا طولنا عليكم، بس انا عارف ان انتوا اكيد هتتبسطوا بالحلقه دي ان شاء الله باذن الله زي ما اتبسطنا. شكرا يا ثروت، نورتني واتبسطت جدا. حبيبي حبيبي يا فخر العرب تاني. يلا بس زي الحلقه اللي فاتت ان شاء الله، وممكن احسن يعني، يا رب نستمتع بيها كلنا. ان شاء الله. وهنعمل لكم قائمه بقى جديده هتكون من 2010 لحد وقتنا هذا بقى، نحاول نختار افلام ما بعد 2010 ان شاء الله باذن هتبقى الله. اسهل بكتير من وجهه نظري، من رايي هتبقى اسهل بكتير من بتاعت قائمه بالظبط. 2000. لا لان للاسف كان ما بعد بقى كيرف الثوره والانتاج السينمائي اقل بكتير، فهنلاقي نوعيه افلام اقل، بس هتبقى محدده اكتر، هنعرف نختار بشكل اسهل بالظبط. قائمه الافلام الحلوه يعني من بعد 2010 يعني. كتير برضه واللي على الهامش برضه مش هيبقى كتير بالظبط. انا بقول لك من فيلا. دلوقتي انا بقول لك من دلوقتي معلش، بس هحرقها بس معلش. انا التوب عندي من 2010 ل 2020 او لوقتنا هذا هو فبراير الاسود. طبعا ده اساسي هيكون في القائمه. القائمه بقى 9، احنا عارفين من دلوقتي ان في ده خلاص ده نمبر 1. هحط لك يلا 9 افلام. حرقنا لكم فيلم اهو من القائمه، يلا. نورتني يا ثروت، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من فيلم سيما. تصبحوا على خير، سلام.